مساء الخير، مساء النور. كنت من هذا الفيديو انه يلقاكم في احسن الاحوال، وان شاء الله تكونوا كيف ما كتبغيو. اليوم وجدت طاكوس. الورقه راه الطاكوس او العجينه الطاكوس راه سهله. كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو ديال اللي صوبت فيه الورقه ديال الطاكوس. كتوجد دغيا ومقادير بساطين سهله. المهم غادي ناخذ هكا صدر ديال الدجاج اولا كفته، حنا نتوما شنو بغيتو ديروا. انا غندير صدر ديال الدجاج، غندير ليه شويه الملحه. المهم غندير العطريه كامله، شويه الملحه، شويه فلفله حمراء، شويه الابزار، ندير سكينجبير، خرقوم بلدي. غادي ندير شويه ديال القزبر حبوب مطحون كذلك حتى هو. اللي بغى يدير بودره الثومه او اللي يدير الثومه ممكن انه يديرها. غادي ندير كذلك واحد 2 معالق ديال الزيت، وغادي نديرهم يتشحروا. المهم غنشحر كلشي فوق البوطه، ما تخليوش يتشحر بزاف حتى يقصح. نشحروه حتى نحسو به راه طاب وكيقفتي. المهم العطريه اللي باقا ناقصاني انا غنزيدها دابا لانني باقا ما كملتش العطريه. المهم شعلت عليه هنايا الوطه باش يتشحر. داك شويه الخرقوم بلدي، وغادي نزيد كذلك قزبر حبوب وشويه الكمون اللي كيعجبو المذاق ديالو يديرو حتى الاخر، اولا يديرو دابا في الاول على حسب. ممكن انك دير واحد المعلقه ديال الصوجه كذلك كتجي زوينه، وكديري شي معلقه لاموطار في الاول كتقضي بها وترقدي بهاد الحشوه هذه. المهم انا كنت مزروبه ما وجدتش قبل، داكشي علاش غادي ندير غير داكشي اللي كاين عندي. ما رقدتش الدجاج، كان الا رقدتو كيعطي فيه واحد المذاق زوين. كديروا فيه معلقه ديال الموطارد وكديروا فيه طريه وكتخليوه. غادي نقلي الفريت كذلك بعد ما كيطيب الدجاج. كندير الفريت، واللي بغى يدير بالكفته راه كذلك كتجيب الكفته حتى لك زوينه كتشحرها بشويه البصله. ان شاء الله غادي نشارك معكم ديال الكفته. المهم الفريت ديالي ها هو قليته. كذلك الدجاج راه واجد. بالنسبه للصلصه المايونيز اللي صايبت صلصه مايونيز في الدار، ما شريتهاش. حتى الكيتشوب ما غاديش نشريه وما غاديش نديرو، ندير كلشي ديال الدار. المهم غادي نشارك معكم الصلصه، شوفوا كيفاش كتجي واعره. ما غاديش ندير هاد الكميه كامله، غادي ندير غير نص ديالها. كاين اللي كيبغي يدير مايونيز هكا بوحدو، انا ندير معلقه ديال مطيشه الحك. ممكن انكم تعوضوها بكيتشوب، انا غندير مطيشه الحك هكا، وغادي معلقه صغيره ديال الهريسه، وغادي ندير شويه ديال السودانيه حيت ضروري كيبغي الطاكوس يكون حار. غندير شويه الابزار، راس معلقه الابزار لان المايونيز ديجا فيه الابزار، والملحه كذلك راه ديجا فيه الملحه. وغندير واحد شويه ديال السودانيه، وغادي ندير نص معلقه ديال الفلفله حمراء حتى هي كتجي زوينه. فلفله حمراء حلوه، ودرت حاره، ودرت معلقه ديال المطيشه، وغادي ندير واحد معلقه ديال الخل. الملحه نزيد شويه الملحه على حسب مايونيز كنديرو انا شويه ناقص. صافي نخلط هاد المكونات كاملين. تينسجموا مزيان. وكي قلت لكم الطاكوس، العجينه ديال الطاكوس او الورقه ديال الطاكوس انا مصايباها في الدار. رانا الفيديو غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. المهم بالنسبه للمايونيز راه ساهل، ان شاء الله غادي نشاركو معكم. شوفوا كيفاش داير، ثقيل، ما فيش لا بيض لا والو، يعني عطيتكم فكره انه كيتصايب لا بيض. المهم هذا هو مايونيز انا كيفاش كنصايبو، كيجي بهذه الطريقه هذه. صافي دابا غادي نمشي نجيب الورقه ديال الطاكوس وغادي نبدا نعمر. غنجيب دوك شريحات ديال الفرماج حمر اللي عندهم موتزاريلا يديروا، ويديروا فرماج محكوك اللي متوفر عندك ممكن انك ديري. صافي كندهنوا بهاد الصلصه اللي وجدت، وغادي ندير كميه ديال الدجاج هكا، وغادي ندير فوق منه الكميه ديال ندير فوق منه فرماج، وعاد غادي ندير الفريت وغندير الصلصه. نتوما دابا هنا اختياري، ممكن انكم ديروا مايونيز، ممكن انكم ديروا هاد الصلصه اللي الحاره اللي وجدت، كتبقاو الاختيار ديالكم. انا غندير الصلصه هاد الحمراء الحاره اللي وجدت شويه، يكون حار على
الوليدات ما كيبغيوش. المهم العجينه راه هانتوما شوفوا معايا كيفاش كطلع. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، عاد غادي ندوز نديرهم في البانيني باش يبريصا. كون انكم ديروا مايونيز اولا ديروا كيتشوب من الفوق. المهم انا ما خدمتش هنا حتى بشي حاجه معلبه، كلشي صايبته في الدار، كلشي طبيعي، يعني ما كاينش حاجه معلبه، لا مايونيز لا كيتشوب. حتى الخبز طاكوس رانا مصايبه في الدار، داكشي صحي للوليدات وصافي. المهم خليكم حتى تشوفوا في الاخير النتيجه. ما نقولش لكم كيفاش كيجي غزال، كيجي لذيذ، الصلصه كتجي زوينه مع هاد الحرور الحار وسميتو، كيجي طاكوس واعر بحال ديال الزنقه. صافي بعد ما كنسالي الكميه اللي عندي كامله، غادي ندوز ناخذ بانيني وغادي نبدا نبريسيهم بحال هكا. انا عندي بانيني شويه ثقيل ما كيحمرش دغيا، غادي نديرهم ونخليهم شويه حتى يتحمروا صافي. وان شاء الله غادي نقدمهم معكم في طبق التقديم. صافي بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله دوزتها في بانيني، شوفوا كيفاش كيجي واعر. المهم كنتمنى انكم تجربوا وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعاليق. انا غنقطع واحد طاكوس قدامكم في الوسط. عرفتي ما نقولش لكم واحد الصلصه جات غزاله، يكثروا منها شويه، اللي كيعجبو الحار ممكن انه يكثر الحار، كتجي غزاله. المهم نحل معكم واحد نقسمه من الوسط باش شوفوا التحمر ديالو كيفاش داير. الصراحه الوليدات كيعجبهم هذا الشيء، ولكن من الاحسن اننا نبقاوش نديرهم لهم في الزنقه، ناكلوهم في الزنقه، نبقاو نديروا لهم داكشي في الدار صحي وطبيعي، ما فيش لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، حتى بالكفته كيجي زوين. ما نقولش لكم المذاق ديالو كيفاش جا، بصراحه جا غزال ولذيذ، والوليدات كيعجبهم هذا الشيء. من الاحسن تصاوبهم لكم قلت لكم في الدار. شكرا بزاف على تتبعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.